نتمنى أن تكون ممتعة، كل شيء رائع من هذه الصور اللي نشوفها. الطقس أيضا اليوم رائع. تنطلق هذه المباراة. الأرجنتين في مواجهة برشلونة. البينية رائعة تمر. هذه التمريرات تحتاج إلى ذكاء. راؤول ينجح في أن يلعب كرة في صنع فرصة رائعة جدا. الحسم يجب أن يكون بنفس جودة التحرك والانطلاق، لا يمكن إهدار مثل هذه الكرات. لامين يامال، الله على المهارة. تمريرة جميلة الآن، تروح الآن جميلة خلف الدفاع. حتى لو كانوا أفضل منه ويملك سرعة تخليه قوة جبارة في الخط الخلفي. يلعب كرة من مسافة تبدو خطيرة هنا. تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. خلاص راحت الكرة. محاولة تسديد. الله على الفرصة، تمر من حارس المرمى لكن القائم يقول لا. منطقة الجزاء، يا سلام على التمريرة. لم تكتمل هجمة. إمكانية تسديد الآن، فرصة كبيرة الآن، هدف لبرشلونة. الآن أصبحت علامة مسجلة باسم الفريق. بارع جدا هذا الفريق في تنظيم الهجمات المعاكسة. المرتدات هنا لا مثيل لها. برشلونة يسجل ويتقدم بهدف دون رد. الدقائق المقبلة ستحدد مصير المباراة. لا يجب السماح بأي خطأ يقلب من الأوضاع ويضيع التقدم. هل تمر الكرة؟ أصبح خطيرة. يا لها من لقطة، يا له من هدف خرافي. لعبة جميلة جدا، مهارة عالية، تنفيذ أجمل، نهاية غير عادية. لم يتأخر الفريق في تعديل الكفة، ينجح في إدراك التعادل. شخصية كبيرة في الملعب.
الحفاظ على التركيز والهدوء حتى يتحقق الانتصار وتنطلق الصافرة. دفاع كان يأمل في احتساب تسلل، لكن كل شيء محسوب هنا من التمريرة والانطلاقة. شيء رائع الحقيقة. كرة راسية، هدف للأرجنتين. الآن انقلبت الطاولة، تحققت العودة، اكتملت الريمونتادا. الله الله على هذه الإثارة، استثنائي من دون شك. من الصعب جدا أن تسجل من هذه الزاوية، لكنه نجح في تحقيق ذلك. ولديهم تقدم بهدف وحيد. كوندي ارتكب مخالفة هنا والخطأ يحتسب. وستبدأ الآن أحداث الشوط الثاني من المباراة. لعب أي كلام، لم ينجح حتى في تجاوز منتصف الملعب. رافينيا، هنا محاولة جيدة قوية من راؤول غونزاليز بلانكو، يعود لنا من جديد. يا له من هدف، يا لها من نهاية. راؤول، يا عيني على اللقطة، على الإبداع، على المتعة، على روعة هذا الهدف. التفوق واضح، الأهداف تتواصل، الهجوم رائع في مباراة كبيرة. تلك هي فائدة تدريبات في الشوط. تمكنوا من إيقاف الهجمة المرتدة، والآن بإمكانهم تنفس السعداء. تدخل في توقيت حاسم. بينية لا تخترق الدفاع، ربما عليه التفكير في حلول أخرى. مروا فات الآن، انخطفت الكرة، خطيرة على المرمى. يا سلام على هذا الإنهاء، يا سلام على هذه الفرحة. الكرة يا جماعة شغفها وجنونها. هدف تقليص الفارق، يشعل الأجواء، تزداد الأمور إثارة. تدخل رائع هنا، تمكن فيران توريس. كادت العقوبة أن تكون سريعة هنا. التدخل رائع هنا. جيرارد مارتن، وتاكلينج رائع بدون أخطاء. فشلت الكرة لبندوسكي، كان في المكان المثالي لكن لم ينجح في التسجيل. بيكام، تقدم إلى الأمام. ليفاندوفسكي يسجل نفسه ضمن الهدافين اليوم. ميسي يصوب كرة، العارضة أنقذت المرمى والكرة تعانق الشباك. الله على هذا الجنون، على هذا الجمال. تمركز رائع، توقع مثالي الكرة، ذكاء كبير في تسجيل أهداف، تحرك رائع من دون شك. كان متواجدا في المكان المناسب وأيضا في الوقت المناسب. مرة أخرى يسجل، يؤكد لك على الثنائية. تقدم بهدفين مقابل لا شيء. ليفاندوفسكي عليه أن يظهر قدراته. كان واضح أنه عازم على الاستمرار في الأمام لولا التدخل الدفاعي اللي حرم من الكرة. كان يحاول خلق الخطورة من خلال مجهود فردي، لكن دائما الكثرة تغلب الشجاعة. كان أنانية بعض الشيء. كرة عرضية للقائم الثاني، خطيرة. كرة كانت قريبة جدا على أعتاب المرمى تقريبا، ولكنها في الأخير ضاعت. أي فرصة ضاعت هنا، مجهود كبير من أجل التسجيل. لدينا تغيير جديد هنا. فيران توريس، بينية لا تمر. داني أولمو، ضربة مرمى. حلوة هذه التمريرة. بابي، قوية من مبابي، ملعوبة بشكل جميل.
لم تكن النهاية التي يرغبها الفريق. في البناء كان كل شيء جيد، لكن الفينيشنج كان سيء للغاية. يفقد توازنه ليفاندوفسكي بعد أن انتهى الوقت الأصلي والوقت المضاف بدل الضائع. صافرة تنطلق من حكم المباراة ليعلن النهاية. إذن الأرجنتين